اللي قدامك ده يا صاحبي نادي سيمبا التنزاني، منافس النادي الاهلي في دور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، اللي طلع متحدثه الرسمي من كام ساعه كده وبيقول طالما وصلنا لدور ربع النهائي يبقى مساله وصلنا لدور نصف النهائي محسومه، وده نظرا لعاداتنا وتقاليدنا. الراجل ده جاب الثقه الزايده دي منين؟ وهي الاسلحه اللي منتظره النادي الاهلي على ملعب بنيامين مكابا يوم الجمعه اللي جاي وهو بيواجه نادي سيمبا التنزاني في دور الاياب من ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده، لكن قبل اي حاجه اللهم انصر اخواتنا في فلسطين. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. ويلا دينا بدون مقدمات طويله ندخل في التفاصيل على طول. ايه هي تقاليد نادي سيمبا اللي احمد علي المتحدث الرسمي كان بيتكلم عنها؟ كان بيتكلم عن ان نادي سيمبا وصل مره وحيده بس طوال تاريخه، وتحديدا سنه 1974 لدور ربع النهائي، وقدر وقتها فعلا ان هو يتاهل لدور نصف النهائي، لكن خرج من الدور ده وقتها. وهم بيعتبروا الموسم الحالي ده يعتبر موسم تاريخي بالنسبه لهم على مدار مشاركاتهم في دوري ابطال افريقيا على مدار السنين اللي فاتت، عشان كده بيسترجعوا ذكريات موسم 1974 مره ثانيه. طيب الناس دي بتتكلم من فراغ؟ الحقيقه ان نادي سيمبا عنده اسلحه كتيره جدا الموسم ده بيعتمد عليها وبيتكلم من خلالها بثقه كبيره جدا. لو جينا لاول سلاح طبعا ملعب بنيامين مكابا، الملعب الوطني بتاعهم وملعب نادي سيمبا التنزاني الاساسي، الملعب اللي بيكون دايما ممتلئ عن اخره في الماتشات الكبيره بما لا يقل عن 50,000 متفرج. نادي سيمبا يا جماعه على ارضه وسط جمهوره قوته بتزيد بقوه دفع الجمهور بنسبه تتخطى ال 30 او 40%، والنتائج بتاعتهم خلال الموسم الحالي بتقول كده. نادي سيمبا لعب 4 ماتشات على ارضه وسط جمهوره، اتعادل في 4 ماتشات وكسب ماتش، وكان قدام مين؟ قدام نادي الوداد البيضاوي المغربي وصيف النادي الاهلي النسخه اللي فاتت، وبنتيجه 2-0. ملعب سيمبا دايما بيكون ممتلئ عن اخره، لان سيمبا هو النادي صاحب الشعبيه الاكبر في الاراضي التنزانيه مع نادي يانج افريكانز، خاصه ان الاثنين بيتقاسموا عدد بطولات الدوري هناك، وخاصه لما يكون مضاف ليهم الموسم ده مدرب تقيل جدا وهو عبد الحق بن شيخه المدير الفني الجزائري. ودي نقطه القوه الثانيه لفريق سيمبا خلال الموسم الحالي. المدرب الجزائري صعد البطولات رغم ان هو مش مكمل معاهم شهور كتيره، وتحديدا تم تعيينه في شهر نوفمبر اللي فات، نوفمبر 2023، لكن عايز اقول لك ان تاثيره كان سريع جدا عليهم لدرجه لك ان تتخيل. سيمبا بعد ما خرج من بطوله دوري السوبر الافريقي على ايد النادي الاهلي على ارضه وسط جمهوره بعدها بايام قليله، لبس من نادي يانج افريكانز في الدوري نتيجه 5-1، وكل بعدها بعد 15 يوم بالظبط هو هيلاعب فريق اسك ابيجان على ارضه وسط جمهوره على ملعب بنيامين مكابا، وكل كان متوقع فضيحه جديده في نادي سيمبا. لكن قبلها باسبوعين تم تعيين عبد الحق بن شيخه عشان يطبع باسلوبه بسرعه جدا مع نادي سيمبا، ولك ان تتخيل ان سيمبا على ارضه وسط جمهوره يتعادل بنتيجه 1-1 قدام نادي اسك ابيجان بعد اقل من 15 يوم من الفضيحه اللي قبلها. وهنا اعتقد ان انت هتسال سؤال مهم جدا، هو ايه اللي عمله بن شيخه في الوقت القليل ده عشان يرجع نادي سيمبا على الطريق الصحيح تاني بالنسبه لهم؟ بن شيخه في وقت قليل جدا يا جماعه قدر ان هو يجيب عناصر كانت مستبعده من المدير الفني البرازيلي اللي قبله، وكانت موجوده وقتها لما النادي الاهلي واجه نادي سيمبا في بطوله دوري السوبر الافريقي، لكن رجع احياهم مره ثانيه مع الفريق. وفي شهر يناير يعني بعدها بشهر تقريبا عمل انتدابات قويه جدا بالنسبه لنادي سيمبا، دعمت من موقفه بشكل كبير جدا في دوري ابطال افريقيا السنه دي، لدرجه انه في 5 ماتشات قادهم في دور المجموعات في النسخه الحاليه خسر معاهم ماتش واحد بس، وكسب مباراه وتعادل 3 مباريات، ودي نتائج بالنسبه لنادي سيمبا على مدار النسخ اللي فاتت نتائج مميزه جدا. طيب ازاي بن شيخه قدر يعمل كده؟ من الاخر عمل توليفه ممتازه جدا ما بين اللعيبه الشباب واللعيبه الخبره اللي ساعدوه على ان هو يعتمد على التكتيك المعتاد بتاعه اللي لعب بيه قدام النادي الاهلي قبل كده، وهي خطه 4-3-3 اللي في الحاله الدفاعيه بتقفل قدام اي منافس بوجود خماسي في خط الدفاع ورباعي في خط النص ومهاجم وحيد. بن شيخه بيعتمد في الخطه بتاعته يا جماعه قبل ما نتكلم عن العناصر عن وجود دايما ومحور ارتكاز بيسقط ما بين قلوب الدفاع عشان يعمل خماسي في خط الدفاع، والاثنين الاجنحه بيرجعوا يساندوا الاثنين محاور الارتكاز، ويبقى مهاجم وحيد مهاجم سريع بيعتمد على الكور المرتده والتحولات السريعه الفعاله جدا جدا. اقدر اقول لك ان توليفه بن شيخه اسفرت عن قوام اساسي بالنسبه للفريق وعمود فقري مهم جدا بيعتمد عليه الفريق، بدايه من الحارس المغربي اللي تعاقد معاه خلال سوق الانتقالات اللي فاتت من نادي الجيش الملكي المغربي، هو الحارس ايوب الاكرد اللي عامل معاه موسم ممتاز جدا على المستوى الافريقي. بيعتمد كمان على المدافع القوي جدا اللي اسمه هينوك اينونجا باكا، وده مدافع دولي كونغولي لعب ضد منتخب مصر في كاس الامم وصعد مع منتخب الكونغو وحصل معاهم على المركز الرابع، وعمل معاهم موسم استثنائي جدا على المستوى الدولي او على المستوى المحلي. تعاقد مع 2 محاور ارتكاز كل الدوري التنزاني بيشيد بيهم، وبعد كل ماتش بيجيبوا لقطات ليهم وبيقعدوا يحللوها، وهم 2 يا جماعه. اول واحد وهو اللاعب بابا سار، ده لاعب سنغالي وبيلعب محور ارتكاز رقم 8، لكن اللاعب اللي الكل بيتكلم عنه فعلا هو الكونغولي الدولي لون باجوما، وده اقدر اقول لكم كده تيبوه مكوينه الدوري التنزاني يا جماعه. شوف تيبوه مكوينه وازاي كنا بنتكلم عنه باهتمام قبل ما كنا بنلعب فريق سان داونز
ادواره عامله ازاي وبيفرق معاهم ازاي. اهو اللاعب ده يا جماعه نفس طينه مكوينه كده بالظبط، اللاعب اللي بيختم على كل كوره، اللي بيسعى دايما ان هو بيقطع اي كوره موجوده في الثلث الدفاعي، واللاعب اللي بيبدا دايما من خلاله الهجمه بالنسبه لفريق سيمبا. بنفس التوليفه دي قدر بن شيخه يعمل توليفه هجوميه ممتازه جدا ما بين مهاجم تنزانيا الاول دلوقتي دينيس كوبو اللاعب الشاب، وقدر يسترجع مره ثانيه خدمات اللاعب كلاوس تشوما اللي كان مستبعد مع المدير الفني البرازيلي وبياخد ادوار ثانويه او ادوار على الاجنحه بعد ما كان المهاجم الاساسي، ورجع معاهم خلال الشهور اللي فاتت مع بن شيخه يتالق مره ثانيه الى جانب اللاعب الداهيه اللاعب الوينج الشمال اللاعب رقم 7 وهو اللاعب اونانا صاحب الهدفين اللي سجلهم في نادي الوداد البيضاوي المغربي. يبقى بنتكلم عن منظومه محترمه جدا، لكن المنظومه دي بتعمل ايه بقى في الاستراتيجيه اللي بيتبعها بن شيخه؟ ايه هي استراتيجيته بالظبط؟ بن شيخه بيعتمد دايما يا جماعه على الضغط خلال اول 45 دقيقه عشان يخطف جون او يخطف جونين، وفي الشوط الثاني لو اتحقق الهدف بتاعه من الشوط الاول بيتراجع دفاعيا تماما، بيقفل زي ما بيقولوا كده الحافله قدام اي فريق قدامه عشان يحافظ على النتيجه بتاعته، وبيعتمد على الهجمات المرتده الخاطفه المهمه والصعبه جدا على اي فريق بيكون متاخر في النتيجه وعايز يعوض النتيجه قدام نادي سيمبا. الكلام ده يا جماعه بن شيخه ما كرروش مره ولا اتنين ولا ثلاثه، لا ده كرره قدام نادي اسك ابيجان على ارضهم وسط جمهورهم، قدر ان هو يخطف الهدف الاول في الشوط الاول، وابيجان اتعادل بعد كده في الشوط الثاني والمباراه انتهت بنتيجه 1-1. عمل الكلام ده قدام نادي الوداد البيضاوي المغربي وقدر يسجل فيهم هدفين في الشوط الاول على ملعب بنيامين مكابا في ظرف 5 دقائق بالظبط، واحد في الدقيقه 36 وواحد في الدقيقه 38، ورجع دافع في الشوط الثاني وخلص المباراه على كده. وده اسلوب بن شيخه المعتاد، واللي ناس يا جماعه يرجع يفتكر مباراه النادي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري اللي النادي الاهلي كان وصل فيها نسبه الاستحواذ بتاعه ل 70% بالتمام والكمال، لكن نادي اتحاد العاصمه قدر ان هو يخطف جون في الشوط الاول عن طريق ضربه جزاء وتراجع دفاعيا تماما، وكان بيلعب على الهجمات المرتده اللي كانت في منتهى الخطوره. وهنا نيجي للسؤال الاخير، ان كانت دي استراتيجيه بن شيخه ازاي بيقدر يوصل لمرمى الخصم عشان يسجل اهداف؟ اقدر اقول لك ان بنسبه 99% من قوه فريق نادي سيمبا هي عدم الاعتماد على الكرات العاليه او الكرات العرضيه او الضربات الثابته. هو فريق ما بيوجدش العاب الهواء، من الاخر فريق بيجيد فتح الملعب بشكل كويس جدا وبيلعب على الهجمات المرتده، ومن الاطراف عنده اطراف مميزه جدا بتقدر تخترق تعمل كثافه عدديه داخل منطقه الجزاء، او دايما بيعتمدوا على العرضيات الارضيه البرازيليه للمهاجمين اللي بيكونوا متمركزين داخل المنطقه، لانه بيعمل كثافه عدديه كبيره جدا على المستوى الهجومي وقت ما بيكون مستحوذ على الكره. ودي زي ما ليها ميزه جابوا منها اهداف كتيره جدا، ليها عيب هنتكلم عنه في حلقه بكره ان شاء الله، واحنا بنتكلم عن نقاط الضعف الخاصه بفريق نادي سيمبا والتشكيل الافضل للنادي الاهلي. وزي ما بعرض عليك سريعا كده، زي ما قررت في هدف اول حصل قدام فريق الوداد بكره دايما بتتجمع من على الطرف الشمال من ناحيه اللاعب الداهيه رقم 7 لونين، اللاعب اللي دايما بيسند على اللاعب اللي بيكون ظهره للمرمى وبيستلم الكره منه وبيكمل لمنطقه الجزاء وبيسدد او بيلعبها اللاعب تاني. قدروا ان هم يسجلوا هدف، وبعدها ب3 4 دقائق سجلوا هدف تاني وخلصوا بيه على ماتش فريق الوداد وقتها في نتيجه كانت صادمه لافريقيا كلها. من هنا لحلقه بكره قول لي تحت في التعليقات شايف ايه افضل تشكيل للنادي الاهلي يبدا بيه الماتش بكره، وده اللي هنتكلم فيه بكره باذن الله تعالى. وبس يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.